أحيانا منقول شريكي ما بيعرف يحب، بخاف من الحميمية. بس يا ترى القصة هيك وبس؟ شو يعني الخوف من الحميمية؟ وهل في احتمال إنه يكون فينا نحن كمان؟ اليوم رح نحكي عن موضوع حساس، الخوف من القرب. كتير ناس بيحكوا إنه مشكلتهم مع شركائهم إنه ما بيعرفوا يعبروا، ما بيعرفوا يكونوا حنونين، وما بيحكوا عن مشاعرهم وبيخافوا من القرب أو الحميمية. بس السؤال الحقيقي، ليش أصلا منلاقي حالنا مع هيك ناس؟ وشو ممكن يكون عم يصير جواتنا نحن؟ أنا معتز بلا سبب، وهذا بودكاست عن الحب والعلاقات، عنا نحن وعن الناس اللي حبيناهم واللي لساتنا عم نحاول نفهمهم. أوقات بنكون بعلاقة وبنقعد نشتكي لرفقاتنا أو لأهلنا إنه الشريك بيخاف من القرب، ما بيحكي عن مشاعره، ما بيعرف يكون حنون جسديا، وما بيعبر كتير، أو مثلا عمره ما بكي. أما نحن الكل بيعرف نحن عاطفيين، بنشتاق للقرب، بنحب نحكي عن مشاعرنا بصراحة، وبنحس حالنا جاهزين للحب بكل أبعاده. بس المشكلة إنه مرتبطين مع حدا جامد وما بيستجيب لأي بادرة إنه يكون حميمي وعفوي ومنفتح. بالحقيقة يلي ما مننتبه له إنه نحن اخترنا هالشخص بإرادتنا وبعيون مفتوحة، ومع إنه كان في قدامنا خيارات تانية، يعني مو بالغصب، مو بالتقاليد. نحن اخترنا هالشريك بنفسنا وبإرادتنا. معناها يمكن القصة مو مثل ما نحن مفكرينها. يمكن إذا عن جد بدنا القرب ما كنا اخترنا ناس ما عندهم هالاهتمام فيه. ويمكن كمان سلوكنا اليومي بيكشف إنه نحن نفسنا أوقات ننتقد ونستهزئ أو حتى منجرح، وبهيك طريقة نمنع حالنا نوصل للقرب يلي منحكي عنه وبدنا إياه. ما فينا نقول إنه بدنا حميمية وبنفس الوقت نعيرن إنهم باردين أو مثل الحجر أو ما بيفهموا علينا. النضج يعني نوقف ونعترف باحتمال صعب إنه نحن كمان منخاف من القرب، ويمكن مرتاحين بغيابه، مو لأنه نحن سيئين، بس لأنه القرب صعب كتير للي عاشوا طفولة علمتهم يكونوا حذرين ومشككين. والطريق الصادق للقرب ببلش من لحظة نعترف فيها إنه يمكن عم نلوم غيرنا على شي نحن ما بنتحمل نواجهه بجواتنا، وإنه بيننا وبين شركائنا في قواسم مشتركة أكتر من الشي اللي بنتخيله. ولما نوصل لهالوعي سوا بنقدر نلاقي التعاطف والحنان يلي من زمان نحن اتنيناتنا هاربين منه. القرب الحقيقي ما بيجي من لوم الشريك أو انتظار إنه يتغير، بيجي من لحظة صدق، من جرأة، لما نعترف إنه نحن كمان منخاف. بس بهالاعتراف نفتح باب للتعاطف، للحنان، ولحب ناضج وصادق. طيب أنت برأيك الخوف من القرب مشكلة بشريكك ولا يمكن فيك أنت كمان؟ اكتب لي رأيك بالتعليقات. أنا معتز بلا سبب، بشوفكم بالحلقة الجاي. سلامات.